رحمة الله وبركاته طلابي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. شبابنا طبعا امتحانك بكرة، طالب من حضرتك التركيز. هحل معاك 5 امتحانات مهمين هيجوا في امتحانك بكرة بأمر الله. كل اللي طالبه من حضرتك انك تركز في اللي هقوله لك، لان اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا. يلا نسمي الله ونبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول عندنا يا مستر هو سؤال الديالوج. فطبعا حضرتك عارف ان سؤال الديالوج ده سؤال سهل جدا وبسيط جدا لو انت عرفت تركز على حاجات معينه. سمي الله. اول حاجه، الحوار ده بيدور ما بين المانجر والابليكانت. فالمانجر بيقول what are the soft skills، ايه السوفت سكيلز that makes you suitable for this job، ايه المهارات اللي عندك اللي هتخليك مناسب للوظيفة دي. طبعا طالما قلت لك قبل كده، طالما سأل سؤال ونزل لك تحت نقط، الإجابة بتاعتك بتكون موجودة تحت. تعالى كده نبص. قال لك these three qualities، الثلاث صفات are really important but have you led a team before، هل أنت قدت فريق من قبل؟ طبعا تعالوا كده نكتب الصفات بتاعتنا. نكتب أول حاجة، هقول I am patient، وطبعا حضرتك عارف ان patient يعني صبور، يبقى اول صفة معايا ان انا patient. طب الصفة التانية ممكن نكتب ان انا شخص داعم للاخرين، فداعم اسمها supportive، احفظها معايا supportive. and والصفة التالتة اهي and a good leader. يعني ايه good leader؟ يعني قائد جيد. خلاص يا جماعه. طب ليه يا مستر انت كتبت 3 صفات؟ عشان هو تحت قال له these three qualities. اوكي، ندخل على السؤال اللي بعده. فهنا بيساله سؤال وبيقول له هل انت كنت فريق قبل كده بيفور؟ طبعا ما نقدرش نقول يس او نو غير لما نبص تحت. قال له I used to support them، انا كنت بدعمهم، يبقى كده الشخص ده قاد فريق قبل كده، فالاجابه هتكون yes I have. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. علامة استفهام يعني تحت. قال له I used to support them and reward them، انا اعتدت ان انا بدعمهم وبكافئهم to keep them motivated، علشان اخليهم عندهم دافعية. يبقى هو هنا هيسأله يقول له what did you، انت على كده اكتبها بالراحة. what did you، ايه اللي انت كنت بتستخدمه use، what did you use to do to encourage them encourage هنا بمعنى ان انت كنت بتشجعهم ازاي. خلاص يا جماعة، encourage them. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. في علامة استفهام عيني تحت. قال له next month، طبعا طالما لقيت وقت يبقى حضرتك هتطلع فوق بوين. وين يعني متى. when can you start working، when can you start working، امتى بقى ايه تبدأ العمل. خلاص يا جماعة، فالموضوع سهل جدا جدا جدا. ندخل على السؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده ده سؤال مهم جدا. يلا بينا نسمي الله. بيقول لي تشوز، اختار. understanding other culture، لما بتفهم ثقافات الآخرين. promotes respect tolerance، التسامح والدافعية والاحترام. and a broader ايه يا مستر؟ نركز كده. ينفع اقول a broader school؟ لا. ينفع اقول broader language؟ خلي بالك broader يعني الحدود، ولا world view؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتكون عندي world view، النظرة العالمية. the company's news advertising was simple but memorable better for you. هنا طبعا بيقولك الإعلان الجديد للشركة كان بسيط ولكن صعب نسيانه. صعب ايه نسيانه؟ هم كانوا حاطين فيه حاجة كده معينة. انا حاطين فيه سيرفي، استطلاع رأي مش هتنفع. هيريتج الثقافة مش هتنفع. رسوم يعني يقف. وطبعا هيكونوا حاطين فيه شعار سلوجان، يبقى هو هنا بيتكلم على الشعار. الشعار اسمه سلوجان. restoring the forest after the fire، إعادة الغابة بعد الحريق. والسلو but professional، ولكن المحترفين عملوا عمليات بروفيشنال. فبروفيشنال هنا بتحتاج بروسيس بمعنى عمليات. السؤال اللي بعده. أشرف نقط his keys، أشرف وقع الكيس بتاعته. وايل حبيب قلبي، احنا متفقين على حاجة ان وايل وراها ووز او وير اي ان جي قبليها ماضي بسيط. فين الماضي البسيط اللي عندك؟ هو دروبد. فالسر اللي خلاني
اختار الاجابه هو وجود وايل. السؤال اللي بعده I not wake up early tomorrow because my flight is at 6 AM. انا محتاج او مضطر ان انا اصحى الساعه 6 علشان عندي طياره. طبعا يا جماعه اوت دي بيجي معاها تو فمش هنختارها. ماسنت لا، هو المفروض ان هو محتاج انه يصحى فمش هتنفع ماسنت، ولا مش هتنفع شودنت. هو شودنت بمعنى لا يجب، لكن هو يجب ان يصحى. طبعا الاجابه هتكون هاف تو، انا يجب عليا او انا مضطر. السؤال اللي بعده قاعده اف، بس قاعده اف دي يا جماعه في الحقائق العلميه، والحقائق العلميه هي الحاله الصفريه. if you heat ice، لو انت سخنت الايس ات نقط. طبعا يا جماعه احنا متفقين مضارع صح، والمضارع البسيط المفرد بيحب الاس، وعندي ات موجوده يا مستر، يبقى احنا هنختاره ميلتس. اوكي، يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده، وده سؤال الريرايت. مطلوب من حضرتك في سؤال الريرايت انك تركز الكلمه اللي بين قوسين هتشيل مين في الجمله الاساسيه وتحطها. تعالى كده نسمي الله. اول حاجه الكلمه الاساسيه عندي اسمها مستري ريفيوزد. ريفيوزد يا مستر يعني رفضه. ريفيوزد يعني ايه؟ رفضه. يبقى انت يا مستر هتشيل جوه في الجمله الاساسيه حاجه بمعنى رفضه. يلا كده نقرا مع بعض. بيقول لي it wasn't acceptable for اكرم، ما كانش من المقبول لاكرم ان هو بي اني اكسترا تشارجز، يدفع اي حاجه اضافيه. يبقى يا مستر احنا هنشيل الجمله دي كلها او الكلمه دي كلها اللي هي بتقول it wasn't acceptable for، صح كده؟ وهنبدا باكرم عادي. يبقى احنا كده يا مستر نحطه اكرم في الاول، صح كده؟ وبعد كده نكتب refused، الكلمة بتاعتنا هنحطها refused، ونكمل عادي جدا نحط to طبعا عشان انت عارف refused بيجي معاها to pay انه يدفع اني، وكمل باقي جملتك. ندخل على السؤال اللي بعده. طبعا حضرتك عارف ان during بمعنى اثناء، بيجي بعد منها يا مستر بيجي بعد منها اسم. فيلا بينا كده نسمي الله ونبتدي جملتنا. قالك it started to rain، الدنيا ابتدت تشتي. they were having a picnic at the same time، وهم كانوا عندهم بيكنيك بيتنزهوا في هذا الوقت. يبقى احنا كده مستر هنبتدي بديورنج، صح كده؟ امشي معايا كده خطوه خطوه. احنا مستري هنبدا ب during. حلو قوي، انت قلت لي during ياتي وراها اسم، يبقى احنا هنقوله ان هم اثناء الرحله بتاعتهم، يبقى during their picnic، صح كده؟ during their picnic. خلاص، يبقى انا جبت during وحطيت ورا منها اسم، وهبدا بقى جملتي التاليه واقول it started to rain. it started to rain، الدنيا ابتدت تشتي. السؤال اللي بعده it's against the rule. طبعا قال لك هنا استخدم must. قال لك استخدم مين يا حبيب قلبي؟ قال لك يا مستري استخدم must. فيلا بينا كده نستخدم must. must طبعا طالما بمعنى لا يجب، فحضرتك تقرا الجمله وتشوف فين الحته اللي بمعنى لا يجب. قال لك it's against the rules، ضد القانون. طالما ضد القانون يبقى هتساوي mustn't، يبقى انا هشيل الجزئيه دي it's against the rules to، ونشوف الجمله اللي بعدها بتقول ايه. هسمي الله، ابدا بيو واكتب يو mustn't، لا ينبغي عليك. تعالى بقى نشوف الجمله بتاعتنا. يو mustn't، طبعا حضرتك عارف ان mustn't بيجي وراها الفعل في المصدر، فهقول كده يو mustn't use your فون. ما ينفعش تستخدم الفون بتاعك in the gas station وتكمل جملتك عادي. خلصت. ادخل على صم حضرتك عارف ان لها حالة واحدة بتيجي فيها مع علامة الاستفهام لما تيجي تسأل. سم اللي قالك do you want any tea، هل انت عايز any tea؟ قالك استخدم صم. هو هنا عايز يفهمك حاجة، عايز يقولك استخدم لي صم في السؤال في حالة العرض والطلب، واحنا عارفين ان لما بتنزل صم بينزل معاها would ونزل يو، يبقى would you like، هل انت تريد، وهتشيل any دي خالص وتحط some وتكتب كلمة tea. would you like some tea؟ مفيش اسهل من كده. يلا بينا ندخل على سؤال اللي بعده، وده سؤال reading comprehension، سؤال القطعة. طبعا انا هبعت لك الانسرز بتاعته على جروباتنا. ويلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده، وهو سؤال الاسلاميك. سمي الله صاحبي. بيقول لي ايه؟ fasting should be، الصيام ينبغي ان يكون in everything
one's life. هو هنا قصده بيقولك ان الصيام بينعكس على حياة الانسان، مش الصيام عن الاكل والشراب فقط، لا، في المعاملة وفي كل حاجة في حياة الانسان. فهو عايز يقولك فين كلمة انعكاس هنا. انعكاس حبيب قلبي يعني reflected. خلاص يا حبيب قلبي، يبقى fasting should be reflected in everything. السؤال اللي بعده in according with the prophets peace be upon him. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول the second article of faith، الركن الثاني للإيمان is the belief in، إنك تؤمن بيه. طبعا طالما قال لك second الإيمان بالله، احنا قلنا الإيمان بالله وملائكته، صح؟ يبقى الأول حاجة الله. السكند بيلر أو السكند ارتكل كان الإيمان بالأنجلز، بالملائكة. فاحنا هنا يا جماعة هنختاروا أنجلز. السؤال اللي بعده ده طبعا بيكون ترو او فولس. ترو يعني صح، وفولس يعني خطأ. طالما كتبت تي يبقى انت عايز ايه؟ تقول انها صحيحة. عايز تكتب اف فبتقول انها خاطئة. science can explain everything in life. العلوم بتشرح لنا كل حاجة في الحياة. الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ لا مش طريق، الكلام ده فولس. You can do حج، انت تقدر تعمل الحج more than once، اكتر من مرة. it's allowed، ده طبعا اجابتنا هتكون true. طبعا سؤال انا مرنك كده على سؤال الباراجراف، ازاي تكتب باراجراف بطريقة كويسة. فيلا بينا ندخل على سؤال الترجمة. بيقول لي الانترنت is considered a double edged weapon. طبعا يا جماعة الانترنت considered يعني يعتبر double edged weapon، سلاح ذو حدين with lots of advantages، في مميزات as well as، وبالإضافة إلى الكثير من العيوب that can be harmful to us. تعالى بقى نكتبها. بص يا حبيبي، أول ما يقول لك أنت هنا برضو بتركز على حاجة، بتركز على فاعل الجملة بتاعتك. the internet is، يبقى يعتبر، اكتب ورايا، يعتبر الانترنت سلاحا ذو حدين. خلاص، يبقى الانترنت سلاح ذو حدين. يبقى احنا وصلنا لحد ايه هنا اهو في الجزئية دي. فصل حيث يقدم الكثير من المزايا، بيقدم الكثير من المزايا بالإضافة إلى، خلي بالك من كلمة as well as، بمعنى بالإضافة إلى العديد من العيوب. فعشان كده سميناه double edged weapon، التي قد تكون ضارة بنا، التي قد تكون ضارة بنا. تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. دي طبعا ترجمة من عربي لإنجليزي. قال لك لتحضير هذا الطبق، علشان تحضر هذا الطبق ستحتاج إلى بعض البيض وقليل من الحليب وقليل من الملح والفلفل ومعلقة كبيرة من الزبد. يلا نسمي الله ونبدأه. قال لك لتحضير يبقى حضرتك هتقول to make، سهلة خالص. to make، هتميك ايه يا مستري؟ to make this dish، لكي تعمل هذا الطبق. to make this dish، هتعمل ايه؟ you، انت بدأت بالفعل بتاعي. will need، سوف تحتاج. تعال نشوف سوف تحتاج ايه. a few eggs and a little milk، يعني شوية لبن صغيرين. قال لك ايه تاني؟ some salt، بعض الملح. and pepper يعني فلفل. and pepper and tablespoon of butter and نبدأ هنا tablespoon of butter يعني الزبدة. لو نظمها عندك واظبطها هتبقى معاك سهلة جدا جدا جدا. ويلا بينا ندخلوا على الامتحان اللي بعده. ويتر بيكلم الكاستمر، يبقى عند الويتر بيكلم الكاستمر فبيسأله سؤال. الويتر عمه اللي هو بيبقى شغال في المكان كافيه او مطعم، بيقول له would you like to drink something، هل انت عايز تشرب حاجة؟
رد عليه بحاجة، قال له will something else، تاخد حاجة كمان. طبعا هيرد عليه هنا ويقول له نعم انا اريد ان اشرب شيئا. فهيقول له كده يا جماعة I want، انا اريد I want a cup of tea مثلا. قلنا على سبيل المثال a cup of tea، كوب من الشاي. وخلينا محترمين هنكتب كلمة بليز. السؤال اللي بعده will something else. something else يعني بيقول له انت عايز حاجة تاني. رد عليه بعد كده سأله سؤال، كان الرد بيقول sorry sir we don't serve dessert، ما بنقدمش حلويات. يبقى هو هنا كان بيسأل، عايز يقول له هل يوجد مثلا، تيجي نعملها كده الأول is there، هل يوجد، تعالوا كده نجيبوا أي حاجة من الحلويات. مثلا لو قلنا يعني كيك، يوجد أي كيك. السؤال اللي بعده سألوه سؤال sorry sir we don't serve dessert، احنا مش بنقدم سيفر. بعد كده رد عليه sure sir I will pleased to listen to your recommendation. قال له بالتأكيد يا سيدي أنا هسمع الريكومنديشنز بتاعتك. يبقى هيقول له طبعا أنا عندي I have some ترشيحات يعني recommendation، نفس الكلمة اللي موجودة عند حضرتك تحت اللي هي الكلمة دي. تمام. هو ليه انا كتبتها كده؟ قال له شور انا هسمع للريكومنديشنز بتاعتك، للاقتراحات بتاعتك، فعشان كده قال له I have some recommendation. السؤال اللي بعده قال له كان الرد okay I will report that to the administration، انا هقول ده للإدارة. يبقى بيقول له ايه بقى؟ قال له it's a good idea it's a good idea a good idea a good idea to serve cake and snacks with tea، مع الشاي. خلصنا بالشيك. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي choose the goal of the charity، الهدف من الجمعية الخيرية event was to raise، انها ترفع يا جماعة awareness يعني الوعي. reusable packaging is part of the companies، الاشياء المستخدمة جزء من الكومبانيز نقط development plan. طبعا يا جماعة احنا عارفين ان هما بيعملوا حاجة اسمها ريسايكل، عايزين يعملوا حاجة sustainable مستدامة. the ancient pyramid are important part of Egypt culture. طالما قال لك Egypt culture ثقافة، يبقى احنا عندنا الميراث الثقافي او الارث الثقافي بيبقى اسمه heritage. you not forget call your mom، اوعى تنسى تكلم مامتك. it's her birthday today، النهارده عيد ميلادها. فده بيقول له ما تنساش you mustn't forget، لا يجب ان تنسى. if قاعدة if يا جماعة موجودة، اتفقنا if لو في هنا would زائد المصدر بيكون هنا يا جماعة ماضي. طب لو هنا في will الناحية التانية بتكون مضارع، والمضارع البسيط المفرد بيحب الاس. اللي حصل ان احنا لقينا would، يبقى احنا هندور على ماضي. الماضي فين هنا مستر؟ الماضي نو. اللي بعده زي هوب. فاكرين افعال توت وجيجي اللي احنا كنا بندلعها كده ونقولها بطريقه كوميديه؟ الافعال التي ياتي بعدها تو والافعال التي ياتي بعدها اي ان جي. هوب ده من الافعال التي ياتي بعدها تو زائد المصدر، فالاجابه هتكون تو بس. يلا بينا ندخل على سؤال الريرايت. سؤال مهم بيحتاج طالب مركز. سم الله. بيقول لي حط لي وايل في الجمله. حضرتك عارف ان وايل طالما موجوده يبقى هنحط بعدها was aware ing. اقرا جملتك الاول وافهمها. قال لك كريمه studied for her exam، البنت كريمه كانت بتذاكر للامتحان بتاعها. at the same time في نفس الوقت her brother was playing loud music. سهله جدا جدا كده. فاكر لما قلت لك على حاجه؟ احنا اولا هنشيله at the same time. فاكر لما قلت لك ينفع الحدثين يكونوا was aware ing؟ فاكر لما انا بشرحها قلت لك ينفع ان الحدثين يجي بعدهم was aware ing، وغنيناها لما قلناها لما الفعل الاول يكون عكس التاني، يعني يكون الاولاني ده شخص وده شخص تاني. مثلا مامتك بتطبخ وانت مستمر في المذاكرة. ده اللي حصل هنا، ان كريمة كانت مستمرة في المذاكرة واخوها كان بيلعب بصوت عالي. فكل اللي هنعمله ان احنا هنكتب كده، هنكتب كريمة اهي، كتبنا كريمة تاخد ووز ونحط بعد منها studying،
يبقى كريمة كانت بتذاكر، يبقى was aware ing. while بينما اخوها هير براذر، ايه اللي حصل للبراذر بتاعها؟ اخوها كان was playing. خلصت. الحدثين كانوا مستمرين، هي كانت مستمرة فعل واخوها كان مستمر فعل. انزل على اللي بعده. قاعدة اف من اجمل واسهل الجرامر اللي عندنا. if I تعالى كده نقرا مع بعض. if I have no money، لو انا معيش فلوس. I want to help you but I can't. حبيب قلبي، هو بيقول له لو كان معايا فلوس كنت ساعدتك، صح كده؟ فين قاعدة اف بتاعت الاستحالة؟ كنت بقولها لك على طول. if ماضي بسيط، الجملة التانية would والمصدر، دي قاعدة الايه؟ الاستحالة. تعالى كده نقولها مع بعض. هيبقى الجملة ماشية كده. if I had money، لو كان معايا فلوس. if I had money I would، وهنختصروها بالابوستروفي دي، I would help you. مفيش اسهل من كده. يدخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي avoided. اقرا جملتك. they didn't choose the western road because of the jam. ما اختاروش الطريق التاني علشان الزحمة. معنى كده انهم avoid يعني يتجنب، انهم تجنبوا ان يأخذوا الطريق الويسترن رود. يبقى هنكتبها كده يا جماعة، هنحذف دي خالص. they didn't choose لان دي بتساوي avoided، وهنكتبوها بنفس الطريقة. they avoided taking the western route. خلصت. مفيش اسهل من كده. western road. اللي بعده آن موجودة. سم الله. he wants to join the faculty of engineering. هو كان عايز يلتحق بالfaculty of engineering. قال لي استخدم آن. حبيب قلبي، هو طالما هيدخل في faculty of engineering يبقى هو عايز يكون انجينير، صح كده؟ يبقى احنا هنقوله كده. البنت حلا دي اصلا قال لك حلا، هنعملها بنفس الطريقة دي. أن كانت بتيجي مع الوظائف، صح؟ يبقى هنكتب كده حلا wants to be، كانت عايزة تكون ان، وهنكتب كلمة مهندسة انجينير. حضرتك عارف طبعا ان الوظائف بيجي قبل منها او ان اي ار انجينير. يلا بينا نسمي الله وندخل على السؤال اللي بعده. طبعا زي الامتحان الاول الباسج او القطعة هبعتها لك. ويلا بينا ندخل على سؤال الاسلامك. سمي الله. بيقول لي there are not religion in the world. there are religions in the world. في ديانات في العالم. طبعا يا جماعة احنا مسلمين وكل حاجة وبنؤمن بدين الاسلام، بس دي معلومة بتقولك ان في ديانات كتيرة ومتنوعة. فمتنوعة يعني various، الناس بتعبد كذا حاجة يعني. الانجلز ريكورد ذا. طبعا الملائكة بتسجل الأعمال حبيب قلبي اسمها deeds. خلاص كده. ندخل على اللي بعده. all religions. كل الديانات in the world are exactly the same. هل كل الديانات نفس الحاجة؟ true ولا false؟ طبعا إجابة خاطئة، الإجابة if false. السؤال اللي بعده. the five pillars work in a tandem with one another. بيقولك إن الأركان الخمسة يشتغل عشوائيين with one another، يعني طبعا لا، هنا تاندم تناغم قصده with one another. ايوه الاجابه الصحيحه طبعا ايه؟ true. الفايف بيلرز الاركان الخمسه متصله ببعضيها. يلا بينا ايه ندخل على الامتحان اللي بعده. سامي الله يا صاحبي. علي بيكلم هشام. هل له هشام are you home؟ هل انت في المنزل؟ تقريبا ارجع كده، انا نسيت الترجمة، صح كده؟ بالظبط. تعالوا نقول الترجمة الاول وبعد كده ندخل على اللي بعده. يلا بينا. reading world literature. قراءة الادب makes the reader familiar، بيجعل القراء على دراية بالعديد من الثقافات. يلا نترجموها. يبقى كده قراءة الادب يجعل او تجعل القراء على دراية بالعديد من الثقافات. السؤال اللي بعده بيقول لي أثناء عودتي إلى المنزل أمس تذكرت فجأة أنني قد تركت مفاتيحي في المدرسة. فهتبقى كده while I was
walking home yesterday. أثناء عودتي امبارح. yesterday. I suddenly. أنا فجأة. suddenly remembered. تذكرت that I had left my مفاتيحي طبعا my keys at school في المدرسة. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. طبعا علي وهشام بيكلموا بعض. هل له هشام ار يو هوم؟ هل انت في المنزل؟ قال له هل له علي يس. سأله سؤال كان الرد طبعا بيقول له ايه اللي حصل، ما الامر. فهنا طبعا يقول له واتس ذا ماتر. واتس ذا ذا ماتر بمعنى ما الامر. بعد كده قام رايح قال جملة، وبعد كده رد بجملة تانية وقال لك وات بيج ايه الصفحات. فيقول له طبعا انا بعمل الواجب بتاعي. I am doing my homework. بيعمل الواجب بتاعه I homework and I need your help and I need your help. انا محتاج مساعدتك. طبعا هيرد طبعا هنا ويقول له شور بالتأكيد. قال له what بيج صفحة كام؟ قال له بيج 20 صفحة 20. قال له رد عليه قال له great thanks I will send you answer the message. قال له هنا بقى هيرد عليه يقول له I will send you. انا هبعت لك الانسر in a message. هبعت لك الانسر في رسالة in a message. خلاص يا جماعة يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. we need to single use plastic to help the environment. علشان نقلل من البيئة. طبعا يا جماعة هنا reduce نقلل. السؤال اللي بعده after the successful marketing. بعد الماركتينج عملوا حملة دعاية، حملة اسمها كامبين. السؤال اللي بعده the main note of the student group was to recognize. المهمة الأساسية للفريق كان إنهم ينظموا neighborhood clean up نظيف. طبعا يا جماعة مهمة اسمها observation يعني ملاحظة مش هتنفع، pattern مش هتنفع، shape يشكل مش هتنفع، mission هي المهمة. حضرتك عارف ان as while وas وجاست as وكل دول لما بيجي بعد منهم فاعل بيجي بعدهم was او were ing. فالإجابة هتكون was driving. أروى plans. طبعا plans يا جماعة من الأفعال التي يأتي بعدها to زائد المصدر، فالإجابة هتكون to attend. اللي بعده let's meet يلا بينا نتقابل. طالما حدد لي مكان وخصصه يبقى يا جماعة هنختاره ازاي. يلا بينا نتقابل at the park. ندخل على سؤال الريرايت. سؤال سهل جدا وجميل. سمي الله. قال لي استخدم وايل في الجملة. she broke her phone she was riding. حبيب قلبي انت عارف ان وايل بيجي بعد منها was او were ing. فين الجملة اللي فيها was او were ing؟ الجملة التانية. فحضرتك كل اللي هتعمله ان هتكتب وايل هنا. خلصت. قال لك must بمعنى لا يجب. هات لي في الجملة حاجة بتساوي must. قال لك it's absolutely necessary to من الضروري ان تغلق. هتشيل دي خالص وماست بينزل معاها يو، فهتبقى الجملة كده يو ماست انت يجب انك تلوك وتكمل بقى الجملة دي خالص لحد الاخر. unless بتساوي if بس if المنفية. if you don't water plants لو ما روتش النباتات زي die. طبعا جاية unless هنا ب small letter يبقى هتيجي في النص يا صاحبي. يبقى احنا هنعمل الجملة بتاعتنا كده. هي طبعا unless بمعنى اذا لم، يبقى احنا هنعكس الجملة خالص فهنقوله بالظبط كده. plants النباتات plants die تموت unless إذا لم you water them. مفيش أبسط من كده ولا أسهل من كده. اللي بعده بيقول لك استخدم في الجملة. إسراء has a jacket it's amazing. يبقى إسراء has a jacket كل دول مش هينفع نستخدم معاهم إسراء has a jacket دخل. احنا هنبص على الجملة التانية. الصفة اللي عندنا اسمها amazing، فاحنا من المفترض ان احنا نحط دي. فاحنا هنعملها كده يا جماعة وركز فانا حليتها ازاي. إسراء هيبقى انا هبدأ كده إسراء has
بص بقى الجاي، بص اللقطة الجاية دي. an amazing jacket. انا جبت الصفة والموصوف فاصبحت an amazing ايه يا مستري jacket. يلا بينا ندخل على سؤال الاسلامك. سؤال مهم جدا، بيقول لي الله جلوري بي بيس ابراهيم is the only one God worth. يستحق ايه يا جماعه؟ يستحق ايه العباده؟ فالعباده اسمها ايه؟ العباده اسمها worship. فالاجابه هتكون worship. monotheism التوحيد is the belief in the نقط of Allah. يعني الوحدانية، الله طبعا الوحدانية اسمها oneness. السؤال اللي بعده بيقول لي religious practice provided comfort بتوفر الراحة. طبعا الإجابة هتكون يا جماعة true. السؤال اللي بعده the scroll صحف were sent to prophet David. الصحف كانت to prophet David. طبعا دي إجابة false خاطئة. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طبعا ده سهل احنا بنحله، وهندخل على سؤال الترجمة. بيقول لي young people are able. الشباب قادرون على المشاركة في العمل التطوعي. voluntary work يعني العمل التطوعي في مجالات مختلفة. فأبدأ كده وأقول الشباب قادرون على المشاركة في العمل التطوعي في مختلف المجالات. يلا بينا السؤال اللي بعده. لقد صنع الفراعنة حضارة عظيمة. The pharaoh made a great civilization. يلا بينا نكتبها. The pharaoh صنعوا a great civilization يعني حضارة عظيمة. كمل مع بعض. فقال لك الفراعنة made a great civilization وصلنا civilization يعني حضارة عظيمة thousands of years ago. يلا بينا نسمي الله وندخل على الامتحان الرابع. سمي الله طبعا عبارة عن ديالوج. فالديالوج بيقول ما بين الاسيستنت والكاستمر. جود مورنينج سألوا سؤال كان رده good morning yes please I want sunglasses. فالإجابة طبعا هنا يا جماعة هتكون can I help you. هل ممكن أقدر أساعدك؟ قال له sure they are نعم lots of. قال له I want to buy sunglasses. أنا عايز أشتري sunglasses نضارة شمسية. قال له sure they are نقط let's have a look. يبقى احنا عندنا كتير أو عندنا موديلات كتير، يبقى lots of موديل العديد من الموديلز. رد عليه هنا let's have a look. فيقول له اوكي يلا بينا. بعد كده is there a نقط I want to see. هو look بيقول له انا عايز ابص على نفسي، يبقى بيقول له مفيش مراية هنا، مراية اسمها mirror. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. سؤال اللي تشوز بيقول لك materials were designed تم تصميمها to help the environment. يبقى احنا هنا يا جماعة بنتكلم عن حاجات reusable معاد استخدامها. the email offer for free phone was نقط it was just a scam. كان احتيال، عملية نصب أو احتيال اسمها a wolf in a sheep clothing. ده idiom كان بيقول الذئب في sheep clothing. اوكي the charity has an excellent المؤسسة لديها عايزين نقوله for using donation التبرعات، فهم عندهم سمعة كويسة reputation. السؤال اللي بعده if you eat too much. هنا طبعا قاعدة if. الجملة الأولى مضارع بسيط، الجملة التانية will والمصدر. يبقى احنا هنا مستر هنقوله will gain. في واحدة كانت بتقول مضارع دي الحالة الصفرية اللي هي بتاعت الحقائق العلمية. بمعنى ايه؟ ان انا قلت لك لو غلينا المية هتتبخر، دي حقيقة علمية بتكون مضارع. انما هنا شيء متوقف حدوثه على شيء اخر فبستخدم مضارع، والناحية التانية will زائد المصدر. عبد الله deserves. عبد الله يستحق for all his hard work. يستحق أن يكون مكافأ، أن يتم مكافأته. فالجملة هنا يا جماعة جملة مجهول، هو هيكافئ نفسه ولا يتم مكافأته؟ لا يتم مكافأته. يبقى احنا هنحط هنا بي، فالإجابة هتكون to be rewarded أن يتم مكافأته. ريتال has نقط فريندز. طبعا أنا همسك كلمة فريندز يا جماعة. فريندز دي معدودة ولا غير معدودة؟ مستر طالما فيها اس تبقى معدودة. معنى كده إن أنا هستبعد
قالت لي علشان بتاعت غير المعدود وماتش. انا قدام مني اني بتيجي في النفي والسؤال. اقول لها مع السلامه. الاجابه الصحيحه هي كلمه افيو. يلا بينا ندخل على سؤال افيو. بعد افيو ندخل على سؤال الريرايت. قال لي استخدم وين. حبيبي انت كده كده عارف ان وين وراها ماضي بسيط صح كده. فين الجملتين؟ اولا احنا هنشيل وايل لوجود وين. الجمله الاولى I was walking was aware ing. الجمله التانية ماضي بسيط، معنى كده ان حضرتك هتحط وين في النص. احفظها بقى. وايل فاعل was aware ing، انما وين ماضي بسيط. السؤال اللي بعده لايك يعني يحب، بيجي بعدها ing، يبقى احنا هنشيله enjoy ونحط مكانها لايك. مفيش اسهل من كده. بعد كده ماتش I need نقط some bottles of water. حبيب قلبي انت عارف ان واتش بتيجي مع الاسماء الغير معدودة. عندك الووتر ده اسم غير معدود، بس ساعات بخليه معدود لما احط له some bottles. فالمفروض ان انا هشيل خالص كلمة some bottles دي، علشان دي بتخلي لي الاسم الغير معدود معدود. وهكتب جملتي كده I need، انا محتاج ايه يا مستر؟ much water. انا محتاج much water to take it with. خلاص يا جماعة، يبقى انا كده محتاج need much water to take with me وكمل جملتي. بعد كده have to يا جماعة بمعنى يجب ان. لازم اشوف مين في الجملة اللي بيسويها. قال لي the rules state that student are required، مطلوب منهم to wear an ID badge. يعني كده هو انا هبدأ بالفعل عندي وهو الطلبة، يبقى انا هبدأ بالستودنتس. يجب عليهم يعني have to يلبسوا wear وكمل الجملة دي. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. نسمي الله يا جماعة وندخل على سؤال الإسلاميك. سمي الله. قال لك the divine books are revealed to messenger for mankind للناس. طبعا الكتب هنا معناها بيقولك ان الكتب المقدسة طبعا بنستخدمها للتلاوة والاتباع. يبقى recite and follow. the last day اليوم الآخر is also known in Quran the day of يوم طبعا الجادجمنت محاكمة الناس. all prophet have the same mother. كل الأنبياء عندهم نفس الأم. إجابة خاطئة. كل الرسل عندهم نفس الأم. إجابة خاطئة. Muslims must believe in all divine book. لازم يؤمنوا بجميع الكتب المقدسة. الإجابة طبعا true. ندخل على الترجمة. بسم الله ونبدأ ندخل على الترجمة. قال لك it's through the 5 pillars of Islam that human become a true Muslim. طبعا ده بيقولك من خلال أركان الإسلام، من خلال أركان الإسلام الخمسة المرء يصبح مسلما حقا. اللي بعده قال لك يجب علينا أن نكون ممتنين لمن يصنعون لنا المعروف. we should be grateful. لازم نكون grateful to those who الذين do us a favor. الذين يصنعوا لنا المعروف. يلا بينا بسم الله وندخل على الامتحان الأخير. بيقول لي طبعا في سؤال المحادثة بيقول لي كالآتي. قال لي do you need anything from the supermarket. هل انت محتاج اي حاجة من السوبر ماركت؟ وايف زوجته ردت قالت له I'd like to eat pasta with red sauce. عايزة تاكل باستا وريد صوص. يبقى اقول لها what do you want. ماذا تريدي to eat. طبعا ممكن نضيف for lunch مثلا للغدا. خلاص. قالت له عايزة باستا. قال لها so I need لذلك أنا أنت عايزة ماشي باستا. هي عايزة باستا ماشي باستا and tomato. هو زوجها اللي قالها إن هو عايز ياكل، فهي بتقول له هات لي الحاجات دي يعني. فهمت قصدي؟ توميتو. مش هي اللي عايزة تاكل، هو عايز ياكل باستا و توميتو. بعد كده سأل سؤال اوكي something else. عايز حاجة كمان.
some fresh fruit for the children please. sure what kind of fruit؟ ايه نوع الفاكهة؟ ممكن نقول اي فاكهة. oranges and bananas. oranges and bananas. اوكي، يبقى هو الشخص ده عايز بنانا. اللي بعده سأل سؤال كان الرد بتاعه اوكي we haven't eaten fish for a long. احنا كنا فيش وقت طويل. هنا بيسأل do you want هل تريد do you want fish. اوكي، يبقى كده ايه يا مستر، خلصنا المحادثة دي. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده اللي بيتكلم عن دكتور عمرو شوت أجريت أظهر تعاطف اسمه كامبشن for dealing with the frightened patient في التعامل مع المريض الخائف. the school held عمل مؤسسة assembly to discuss the new recycling program. nobody ما فيش حد كان نقط the king يقدر يخدع الكينج يبقى betray. زي نقط TV suddenly the power went cut. أول ما يقولك كان مستمر في حاجة والحدث التاني قطعه يبقى was aware ing. فالإجابة طبعا هتكون we're watching. we نقط Harry if we wanted to catch the last at home. يبقى طبعا هنا بيقولوا احنا محتاجين ان احنا نكونوا أسرع من كده لو احنا عايزين نلحقوا الباص. محتاجين أو مضطرين أو يجب علينا يبقى have to. could you give me some في حالة العرض والطلب. يا جماعة أنا جاوبت وأنا مش واخد بالي. الإجابة هتكون طبعا some. ندخل على سؤال الريرايت. قالك I was fishing my homework my friend called me. طبعا الناحية التانية ماضي بسيط فاحنا هنستخدم هنا يا جماعة when. طبعا my friend called me when I fishing. تمام، يبقى احنا هنا فين الكول؟ يبقى I was fishing when. يبقى هنعملها كده يا جماعة، هنكتب when في النص وراها ماضي بسيط. اوكي. وممكن برضو نقوله my friend called me بس خليك دي افضل. قالك it's not good idea for you to skip breakfast. مش من المفضل ليك انك تسكيب breakfast. يبقى مستر هشيل it's not good idea خالص واقول you shouldn't skip your breakfast. فتبقى ماشية كده you shouldn't skip your breakfast. السؤال اللي بعده stop يعني توقف. هنا علي التوقف بيأتي بعدها ing فاحنا هنقوله كده علي stopped توقف stopped. وقف ايه؟ وقف working علشان بيأتي بعدها ing working to have a break to have a break. السؤال اللي بعده few يعني قليل صح؟ بيأتي قليل ولا يكفي. there aren't many apples in the basket. مفيش apples كتيرة في الباسكت. معنى كده ان اللي موجودة few فاحنا هنعملها بالطريقة دي there are few apples. في apples شوية صغيرين in the basket وكمل بقية جملتك. reading comprehension هنبعتها ليكم على الجروب. يلا بينا ندخل على الإسلامك. Muslim fast during the months of Ramadan is أو قال لما المسلمين بيصوموا في رمضان ده إلزام يبقى طبعا obligation. محمد peace be upon him is آخر الأنبياء والمرسلين. آخر يعني last. Islam is the first religion sent to the humanity. الإسلام هو أول دين اتبعت للناس. طبعا ده إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده some angels are in the test of consciousness worship of Allah. ده طبعا إجابته true. ندخل على الترجمة ويلا بينا نسمي الله. هنا طبعا بيقولك all project كل المشاريع are being done by government for development. يبقى نعملها كده بنفس طريقتنا تنفذ كثير من المشروعات. يبقى كده نكتب كده تنفذ الكثير من المشروعات من خلال ايه يا مستر؟ بواسطة طبعا بواسطة الحكومة من أجل التنمية والرفاهية. من أجل التنمية والرفاهية. تمام. إن العمل بجد هو الطريقة الوحيد لرفع مستوى المعيشة. اسمها ايه يا مستر؟ اسمها working hard. العمل بجد is the only one way to raise the standard
standard of ايه، تعالى كده نبص standard of living. خلاص يا جماعة، وبكده يا جماعة نكون انتهينا من حل الخمس نماذج مهمين جدا. اسمعهم اكتر من مرة وحلهم بعد كده لوحدك، ومطلوب منك في الامتحان التركيز ما تشتتش، وان شاء الله ربنا يكبركم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.